السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل القرص الفلاحي الطريه بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهنقول كل اسرار نجاحها. هنقول ازاي تبقى هشه وطريه ونحتفظ بيها كده طريه لاخر واحده، وكمان ازاي يكون لونها مظبوط من جوه ومن بره، تكون فاتحه خالص من جوه وتكون كمان من بره لونها ذهبي كده ومظبوط، وتكون طريه زي القطنه وهشه خالص وخفيفه كمان، ما تكونش مكتومه ولا تكون كده مجلده وناشفه. والوصفة دي تعتبر من الوصفات المصرية الأصيلة اللي كلنا بنحب جدا نعملها ونخبزها في البيت، وخصوصا في الشتاء كده وفي السقعة. النهاردة هنعملها بمكونات بسيطة قوي موجودة في كل بيت، وكمان هنقول البدايل. يعني مش هتكلفك خالص، بأي حاجة موجودة عندك في البيت هنعملها إن شاء الله، وهتطلع ناجحة وبسيطة، وهتوفر عليكي الفطار والعشاء. تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها وتحتفظي بيها كده في علبة مقفولة، وتاخدي منها وتسحبي منها انت وولادك في وقت ما انت عايزة. يلا نسمي الله ونبدأ على طول. بس حابة قبل ما أبدأ أقولك، لو أول مرة بتدخلي القناة ياريت تشتركي فيها ولايك وشير إذا عجبك الفيديو. أول حاجة هنبدأ بيها هو اختبار الخميرة. ربع كوباية من المية الدافية، هحط فيها معلقتين من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة البودر، وهقلبهم كده وهغطيها وهشيلها على جنب علشان تتفاعل، وأطمن إن الخميرة بتاعتي نشطة وشغالة وما فيهاش مشاكل. بعد كده معايا كيلو من الدقيق جميع الاستخدامات، حطيت عليه رشة ملح ونص معلقة بيكنج باودر ومعلقتين كبار من السمسم، وهقلب المكونات الجافة دي كويس بالسباتيولا. وبعد كده معايا كوباية وزنها 200 جرام، نصها سمنة ونصها زيت، هنزل بيها على الدقيق والمواد الجافة، وهقلب كويس وهبس كده الدقيق كويس جدا بالمادة الدهنية، نفس فكرة الكحك، لحد ما نطمن ان الدقيق اتغلف تماما بالمواد الدهنية. شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ بقى عامل كده زي الرمل المبلول او زي الكسكسي. ودي الخميرة اللي كنا دوبناها في الاول. زي ما انتوا شايفين كده خلاص اتفعلت ونشيطة، واطمنت انها كويسة. بنزلها على الدقيق وبكمل عجن. بعد كده معايا معلقتين 3 من القشطة البلدي، وكوباية من اللبن الرايب. وهنا عندك اختيارات بقى، لو ما عندكيش لبن رايب ممكن تستخدمي كوبايتين من الزبادي او كوباية من اللبن الحليب، وبتحطي عليها معلقة كبيرة من الخل، بتقلبيها بتسيبيها دقيقتين كده بتتحول للبن رايب. بنكمل عجن لحد ما العجينة تظبط معايا وتلم، وتبقى البولة نضيفة كده زي ما انتوا شايفينها خالص، ما فيهاش لا دقيق ولا سوائل. وكمية اللبن الرايب اللي انا نزلتها بالظبط قد المواد الدهنية، يعني 200 جرام برضو. وده شكل العجينة بعد ما اتعجنت تماما. شايفين شكلها ايه؟ طرية جدا جدا وما بتلزقش. هغطيها بقى بفوطة وهسيبها على جنب كده لحد ما تتخمر، يعني على حسب جو المطبخ عندك، ممكن تاخد ساعة الا ربع او ساعة. ده شكلها بعد ما اتخمرت، اتضاعف طبعا حجمها زي ما انتوا شايفين. باخدها بقى بقطعها كور كده متساوية، وبشكلها على شكل كور، وهغطيها تخمر مرة تانية. يعني القرص دي هتخمر على 3 مرات. شكلت الكمية كلها، طلعت ما شاء الله كمية كبيرة جميلة. بغطيها مرة تانية بكيس بلاستيك وكمان فوطة، وبسيبها شوية كده ترتاح. بعدين باخدها بقى برصها في الصاج بتاعي. الصاج حطيت فيه ورق زبدة ودهنته دهنة زيت صغيرة، طبعا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. نسيت اقول خطوة صغيرة، بس انا حطيت في الدقيق كمان 3 معالق من السكر. يعني مجموع السكر اللي انا حطيته في كيلو الدقيق تقريبا كده ربع كوباية ومعلقتين. برصها بقى في الصاج وفي الصواني، وبسيب مسافات برضو بين كل واحدة والتانية، لانها برضو هي فيها خميرة وفيها بيكنج باودر، فممكن حجمها يكبر عن كده شوية. بغطيها مرة تانية قبل ما ادخلها الفرن تقريبا 10 دقايق بس. بدخلها فرن بقى على درجة حرارة 200 او 220 على الشبكة كده في النص. بتقعد حوالي تلت ساعة. ودي بقيت الصواني. هنا هيبان بقى فيهم ان انا غطيتها. الصاج الكبير اللقطة بتاعت التغطية بعد التشكيل اتمسحت. لكن هنا بعد ما شكلتها على طول في الصواني جايبها لكم اهي. بغطيها بالكيس البلاستيك او بفوطة، بسيبها برضو تقريبا 10 دقايق كده، ربع ساعة ترتاح مرة تانية، وبعدين بدخلها بقى الفرن. كل القرص ما بتخشش على الارضية، بتدخل في النص كده على الشبكة. بتقعد تقريبا تلت ساعة، وممكن تاخد اللون كده على طول من غير محتاج للشواية. لو بعد تلت ساعة لقيتها ما خدتش اللون من فوق، علشان ما تنشفش مني، بفتح الشواية دقيقتين بس لحد ما تاخد اللون الذهبي الخفيف ده. بطلعها. اول ما بطلعها بعمل خطوة بسيطة جدا، لكن بتفرق كتير في طعمها وفي ريحتها. مسحة كده من السمنة البلدي، بمسح بيها وش القرص بالفرشة، دهنة خفيفة خالص، وبعدين بغطيها مرة تانية.
ولا بنحتاج بقى ان احنا نرشها رشة مية ولا نعمل فيها اي حاجة خالص. لما بنغطيها مرة تانية كده بفوطة وكمان بكيس بلاستيك بنكتب البخار، وبتطلع طرية جدا جدا زي ما انتوا شايفينها كده، عاملة زي العيش، قطنية جدا جدا. ممكن كمان من كتر ما هي طرية نفتحها ونحشيها كده جبنة او اي سندوتشات. وبس كده، دي كانت القرص بتاعتنا. جربوها بالطريقة دي، انا واثقة انها هتعجبكم جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طرية وهشة وعاملة زي القطن، ولونها مظبوط من فوق ومن تحت، ما فيهاش ولا واحدة نشفت ولا واحدة اتحرقت ولا في اي حاجة خالص فيها صعبة. جربيها بالطريقة دي، وهحط لك كل المكونات في صندوق الوصف بالظبط، وتشجعي كده وجربيها واعمليها لولادك في الجو البرد ده، جنب كوبايه شاي بلبن او كوبايه لبن، بتبقى لذيذه جدا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا. يا رب يكون عجبك. ما تنسيش ان عجبك لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. شكرا ليكم.